السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. اليوم بغيت نصاوب معكم الكراتان ديال الدنجال بالكفته. صراحه كيجي زوين هذا الطبق هذا، دائما كنديروه تقريبا مره في السيمانه، كيعجبني وحتى الدراري كيعجبهم. عندي هنايا الدنجال انا شويته فوق البوطه، ما عندي 4 دنجالات. المهم تقدروا نتوما ديروا الكميه اللي بغيتو، كيلو اكثر ديروا الكميه اللي بغيتو. انا عندي 4 دنجالات هنا، شويتهم فوق البوطه قشرته. المهم هاد الكراتان ديال الدنجال هو كيجي بطبقات، كنسبق انا الطبقه الاولى ديال الدنجال. المهم هنا كيف ما ذكرت لكم كنسبق الطبقه الاولى ديال الدنجال. عندي انا كيف ما قلت لكم عندي 4 ديال الدنجالات، استعملت 4 دنجالات كبار. غادي نقطعهم طريفات صغار. المهم راه الدنجال ملي كتشويه هو كيساعدك في التقطاع، دغيا كيتقطع صغير. اللي بغى يشويه في الفران يديرو في الفران، يشويه في الفران. انا كتعجبني ديك النسمه فاش كنشويه في البوطه، كيخلي ديك النسمه زوينه، وكيبقى لكم الاختيار. المهم انا هنا كنقطعو طريفات صغيورين، ودغيا كيتدهس معاك ملي كتبداي تقطعيه، دغيا كيتدهس لانه كيكون طايب. انا نحاول نبقى نهضر هكا، يعني تنصور الفيديو عاد نهضر. يعني كتسمعوا الفيديوهات قبل الصداع، الهضره ديال الناس في الزنقه، لحساب جيت انا البلاصه فين ساكنه يعني قريبه للشارع بزاف. المهم هاد الدنجال شتو كيولي ملي نقطعو. صافي غنزيد ليه دابا العطريه القوام ديالو. عندي هنا معلقه كبيره ديال الربيع مقطع رقيق. صافي ندير شويه د الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه. بالنسبه للملحه كيبقى على حسب الذوق، الملحه دائما كتبقى على حسب الذوق. شويه ديال السودانيه، غير راس معلقه صغيره. السودانيه كتبقى اختياريه، اما تستعملي السودانيه اما الهريسه. السودانيه كتبقى اختياريه بالنسبه كاين اللي ما كيبغيش الحار. معلقه صغيره ديال التحميره، نص راس معلقه صغيره ديال الابزار، هي شويه. صافي هنا عندي السحتر، كنكون سخنته قبل باش كيساعدني نحكو دغيا كيتحك. السحتر تا هو قريبه معلقه صغيره، تا هو كيبقى اختياري. انا كيعجبني ندير السحتر، كيجي زوين كينسم هاد الكراتان. صافي هنا كنجيب المول اللي غادي ندخلو للفران، كنكون دهنتو بالزبده، المول ولا الطاوه. المهم ملي كتدخلو للفران كنكون دهنتها بالزبده. كندير فيها الطبقه الاولى ديال الدنجال اللي كنكون درت فيها العطريه ديالنا. صافي نسرحها مزيان على المول. وعاد نصاوب عاوتاني الطبقه الاخرى ديال الكفته. صافي بالنسبه للترميله ديال الكفته اللي غادي نوجد، عندي هنا المقله درت فيها زيت المائده تقريبا 2 معالق كبار ولا 3. عندي هنا بصله كبيره مشلضه قطعتها رقيق، اولا 2 بصلات متوسطين. المهم انا استعملت هنا بصله كبيره. غنشحرها شويه مع الزيت. هي تدبل شي شويه، خليها تهبط شويه. صافي هنايا ملي كتشحر ديك البصله كنزيد عليها الكفته
الكفته كتبقى الكميه اللي بغيتو، يعني ممكن دير 4 نص كيلو، الكميه اللي قديتو عليها، حتى 10 دراهم ماشي مشكل عادي، يعني كل واحد على حسب القدره الشرائيه ديالو، ماشي عيب، خصوصا مع هاد الظروف اللي كنعيشو دابا، يعني نصف المغرب جالس ولا الاكثريه جالس من الخدمه. طلبوا ربي يحيد علينا هاد الوباء ان شاء الله يا ربي، وترجع الحياه الطبيعيه كيف ما كانت، ولينا كنطلبوا ترجع الحياه ديالنا الطبيعيه كيف ما كانت. طلبوا ربي قادر على كل شيء. المهم كنخلي الكفته تشحر ليا مزيان مع البصله، عاد باش كنزيد عليها العطريه. عندي هنا معلقه ديال الربيع مقطع رقيق. العطريه تقريبا نفسها اللي درت في الدنجال، هي نفسها اللي كنديرها في الكفته ونديرها في صوص مطيشه. المهم كندير هنا عاوتاني سودانيه، هي شويه كندير السحتر حتى هو شويه. السحتر صراحه كينسم هاد الكراطه مع الكفته، كينسمو زوين، ولكن اللي ما كيبغيش ما يديروش. معلقه صغيره د الملحه، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال الابزار، هي شويه، راس معلقه صغير. صافي كنحرك كلشي مزيان حتى كتندمج ليا ديك العطريه مع الكفته والبصله. بالنسبه للسودانيه اللي ما بغاش يديرها يستغنى عليها، اللي ما كيبغيش الحار ما يديرهاش. صافي ملي كتشحر لي ديك الكفته مزيان مع العطريه، كنديرها فوق داك الطبقه ديال الكراتان ديال الدنجال، عفوا ديال الدنجال. صافي كنسرحها مزيان فوق الدنجال. صافي نمشي نصاوب دابا المطيشه. صافي كناخذ نفس المقله اللي شحرت فيها الكفته، كندير فيها مطيشه. عندي هنايا 3 ديال المطيشات محكوكين، ومعلقه ديال مطيشه د الحك، كنزيد عليها الزيت، زيت البلديه. بغيتي تكتفي بزيت المائده ماشي مشكل، درت انا 3 ديال المعالق كبار. صافي كنحرك كلشي مزيان، ندير معلقه ديال الربيع، حتى هي نفس العطريه اللي استعملت في الكفته وفي الدنجال، نفسها كنديرها نيت في مطيشه. ندير شويه ديال الابزار، هي شويه، يعني راس معلقه صغيره، هي شويه ديال الابزار. شويه ديال السودانيه، تحميره، ندير الملحه، هي نص معلقه. صافي وكندير السحتر، انا مضروبه على السحتر. كتعجبني من السما بالسحتر، كتجي زوينه. صافي كنحرك كلشي مزيان تتشحر. صافي من بعد ما كتشحر ديك مطيشه،
كنديرها فوق ديك الطبقه ديال الكفته. صافي كنوزعها على ديك الكفته كامله. صافي ونسرحها فوق منها. صافي دابا كنصاوب صوص بيشاميل. بالنسبه للمقادير عندي معلقه كبيره د الزبده، غنستعمل 2 معالق كبار ديال الطحين وشويه د الابزار، شويه د الملحه. عندي هنا الحليب، السيترو، وعندي شويه د السحتر، شويه د الفرماج احمر. كندير ديك معلقه كبيره د الزبده هي الاولى كندوبها. صافي كنضيف عليها 2 معالق كبار ديال الطحين. الطحين من الاحسن نديرو طحين رطب مزيان ويكون مغربل باش ما كيتحبب ليناش فاش كنكونوا كنخدموه مع الزبده والحليب، ما كتحبب ليناش صوص بيشاميل، ما كتجيناش محبه. من الاحسن الطحين نغربلوه. صافي كنزيد الحليب شويه بشويه، كنستمر بالتحراك طبيعه الحال فوق النار. الحليب انا هنا ما كنديرش السيترو كامل، كنقص تقريبا واحد الكاس اللارب ديال العنبه، ما كنستعملوش كله. المهم كنستمر هكا بالتحراك. ها كتشوفوا كيفاش تقال دابا. ها هو داك كاس اللارب اللي قلت لكم كنستعملوش كله، كنستعملش السيترو كامل. صافي كنزيد ملي كتبدا تقال ديك الصوص بيشاميل كنزيد عليها شويه د الملحه، شويه د الابزار. صافي كنزيد عليها الفرماج احمر، كنكون طفيت البوطه. كندير الفرماج احمر. الفرماج احمر تقريبا مهم واحد شويه وصافي، تقريبا معلقه كبيره ولا 2. صافي كنزيد انا واحد شويه السحتر، كتجي في الصراحه من السما زوينه، ريحتها فنه بديك السحتر وديك الفرماج اللي درت ليها كتجي زوينه. صافي هانتوما كي كتشوفوا ما محبه ما حتى حاجه، ما درتش ليا لا حبوب لا والو، ما جاتش داك الكويرات. المهم كنحركها مزيان. صافي وكنديرها فوق داك الطبقه ديال المطيشه اللي درت. كنديرها كلها. كنسرحها مزيان فوق داك الكراطان، كنسرحها مزيان. بالنسبه لهاد الصوص بيشاميل بهاد العطريه هذه اللي درت ليها هاد السحتر والفرماج، يمكن لكم تستعملوها في اي وصفه بغيتو. هي جربوها بالسحتر كتجي زوينه النسمه ديالها. يفعل ما كديريه ليه الابزار والملحه، ديري حتى السحتر والفرماج كتجي زوينه. صافي هنايا كندير عليها الفرماج احمر من الفوق محكوك. انا كنستعمل هنايا الفرماج احمر، بغيتو تستعملوا نتوما شي فرماج اخر كيعجبكم ماشي مشكل. انا متوفر عندي الفرماج الاحمر كندير ليها الفرماج الاحمر. بعض المرات ملي كيكون عندي فرماج موتزاريلا كنخلطهم،
كندير شويه موتزاريلا وشويه ديال الفرماج الحمر. دابا متوفر عندي الفرماج الحمر كنستعملو غير هو بوحدو. بالنسبه للكميه حتى هي كتبقى اختياريه بالنسبه للفرماج الحمر. المهم غير يديروا عليها من الفوق شويه وصافي. انا درت وعاود زدت، ما قنعنيش داكشي اللي بزلافه. كتعجبني من السما بالسحتار والفرماج الاحمر. كيجي بصراحه الطبق هائل، كيجي زوين. جربوه. الوليدات اللي ما كياكلوش الدنجال ديروا ليهم هاد الطريقه، ما معروف الوليدات كيعجبهم الفرماج الاحمر. وصافي وهاد الطبق ديالنا وجد بعد ما دخلتها للفران. حطيتها في الفران الفوق والعافيه من التحت هي واحد نص ساعه. عاد هبطتها لتحت باش كيتحمر ليا شويه داك الفرماج. انا حيت كنقول لكم دائما عندي الفران الغاز، داكشي علاش. المهم انا نقطع معكم الطريف تشوفوا كي كيجي الشكل ديالها. لا من المنظر ولا من المذاق كتجي زوينه. يدروها لوليداتكم، ما عاديش تندموا، طبق زوين. كتجي من الداخل زوينه معلكه بداك صوص بيشاميل، ديك الكفته والدنجال. وبصحتكم. وما تنساوش كما العاده تشاركوا معنا في القناه ديالنا، وتصيفطوا تشاركوا مع احبابكم وصحابكم. وما تنساوش شي تعليق زوين بحالكم. وشكرا لكم. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي، امين.